هذه تقويه قدرات الفاعلين درجنا فيها الدعم ديال النسيج الجمعوي. هذا الدعم هذا في السنوات الاخيره عرف طفره جد نوعيه وانخراط المجلس بصفه تلقائيه واراديه في دعم واحد العدد كبير من الجمعيات. امامكم واحد الجدول جد معبر من 2009 ل 2014. المجلس انتقل عدد الجمعيات المدعمه والمدعومه من 23 جمعيه لاكثر من 180. هذه 2014. ما عندنا النقطه ديال توزيع الدعم على الجمعيات في هذه الدوره هذه غادي نلقاو بان العدد انتقل تقريبا ل 200 من 23 جمعيه في 2009 ل 180 جمعيه. غادي تلقاو 9 المرات تقريبا مضاعفه ديال تقريبا 9 ديال المرات. وما هو كاين في السلايد المواليه. المبالغ انتقل من 31 مليون سنتيم ل 256 مليون سنتيم، حتى هو غنلقاو تقريبا 8 أو 9 مرات ديال المضاعفه. كاين الشموليه، ديال جميع القطاعات اللي فيهم نشاط مدني جمعوي. قطاع ديال دور الرعايه الاجتماعيه، المجال الثقافي، الاعمال الانسانيه، الاعمال الاجتماعيه الموظفين، الرياضه، الثقافه، كل شيء. والمبالغ امامكم جد معبره لي بارونت. هنا بعض تمثيلات دخل فيهم بعين الاعتبار المقترح ديال الدعم ديال 2015 اللي كيتراءى ان واحد الوتيره ديال النمو ديال التصاعدي بالتضاعف، ماشي غير تصاعدي. 194 جمعيه حاليا ودعم المبالغ ديالو كذلك يتضاعف. ان الانكباب والحرص على تلبيه الحاجيات الاساسيه للساكنه من بنيه تحتيه وخدمات اجتماعيه وغيرها لم يكن ابدا مانعا للمجلس من الانصات الى نمط الشارع والتفاعل معه باساليب حضاريه ومؤسساتيه مناسبه، فمرة بتدخلات ملموسه لسد العجز والخصاص، الطرق والصحه والتعليم والفلاحه وغيرها، واخرى بالحوار والتداول والترافع. امثله موجوده بزاف، عدد ديال المواضيع اللي كانت ثابته على الساحه، وواحد العدد ديال المشاريع مهيكله جدا، الترافع في واحد العدد ديال المشاريع منها الطريق المزدوج مثلا وغيره، والتفاعل مع بعض القضايا الآنية والمثارة، الراعي الجائر، الفيضانات الاخيره دارت فيها دوره استثنائيه وكان فيها تتبع جد ارادي وتفاعلي.